هوريك دلوقتي الفرق ما بين رمضان مصر وايطاليا. تعالي هنا بقى. طبعا ما فيش مذاكره في رمضان، انا نازل العب كوره. طبعا ما لعبتش عشان أنا مش بعرف العب، بس صورتهم. وطبعا ده المان اوف ذا ماتش عشان هو صاحبي مش اكتر يعني. وخدنا لفه بالطفطف ده، بعد كده دخلنا نتسحر في خيمه كده، والمكان هناك بجد كان حلو قوي. وانا حدثكم الان بقى من مطبخ فول الرئيس. والاكل وهو بيتعمل بجد كان شكله عظمه. الاكل اخر جمدان بجد قوي يا جدعان، والله بجد يعني. زي الفل. قسما بالله لحد دلوقتي مثلا حوالي 22 سندوتش. وطبعا ما فيش سهرات زي دي في ايطاليا خالص. 500 جنيه سحور. يلا يا اسطى عشان نلحق نشرب يا اسطى. لحقت الحمد لله وصليت الفجر. بعد كده قعدت شويه اقرا قران، وهنا اكرم كان صاحي بقى. صباح الخير. اول حاجه بقى كده صليت الفجر، رحت اركب عشان اتمرن. بعد كده نزلت سكيت شويه الصبح كده عما الشمس كانت طلعت. خد لي بقى ساعتين نوم في السريع. دلوقتي في اكبر باركو في ميلانو. طبعا هنا الناس كلها بتيجي عشان تجري. الفيو هنا جامد قوي. اتمرنت بادي ويت طبعا عشان الجيمات كانت قافله كلها عندنا في ايطاليا. نصلي الظهر بقى. ونزلت رحت الجيم، اديتها بقى تمارين تشيست وتراي في السريع قوي، وسمعت بودكاست وعي بتاع حازم الصديق في التمرين. بعد كده صليت العصر اديها بقى شويه مذاكره. وقعدت اذاكر انا كمان. نجهز للرحله بقى. استعنا على الشاب بالله. جاهزين للرحله. ايوه انا اللي فوق ده. تعالي هنا بقى. شويه حاجات للفطار. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. اتأثرت قوي بجد. نختم بقى يومنا بشويه قران قبل ما انام كده. وصليت التراويح، ومفيش طبعا تراويح في ايطاليا. بعدين دخلت نمت.